يسعد أوقات الجميع وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعرض لكم حلا الجزر من الحلويات البسيطة اللي مش مكلفة بهذا الزمن. إن شاء الله تابعوا الحلقة وانزلوا صلوا على رسول الله واعطوني لايك وأهلا وسهلا فيكم. بعد غسيل الجزر وتقشيره أنا نزلته على مفرمة الخضار وفرمته فرم ناعم زي ما انتم شايفين هيك، لحتى احنا نقدر نشكله زي ما بدنا. حضرنا مقلة على الغاز ونزلنا عليها زيت جوز الهند العضوي من دي اكس ان، لحتى نضيف الجزر اللي فرمناه ونسبكه مع زيت جوز الهند. ما تشيلي ايدك منه، ضلي سبكي فيه لحتى تتنشف السوائل منه. بعدها راح نضيف كوب من السكر. طبعا كمية الجزر كانت كيلو وشوي، يعني اكتر من كيلو. بنضل نسبك فيها لحتى يدوب السكر معنا. هون بنرجع نضيف كمان كوب الا ربع جوز الهند او مبروش جوز الهند الخشن. بتضل تسبكي فيه لحتى يندمج مع الخلطة هاي كلها. بنستمر في التحريك لحتى مبروش جوز الهند يتشرب كل السوائل الموجودة في وصفتنا لليوم. بعدها رح نتركها لحتى تبرد وبعدها نشكلها مثل ما بدنا، تشكيل حسب الذوق او براحتك. بدك قوالب، بدك بالايد مثل ما بدك. انا المرة اللي فاتت عملتها بقوالب، المرة رح اعملها تشكيل يدوي. انا نزلت عندي هون ربع كوب زبيب، طبعا اختياري مثل ما بدك. كمان نزلت عندي ماء الزهر مثل ما بتحبك، اختياري برضو ماء ورد او ماء زهر مثل ما بتحبي. معلقة كبيرة مثل هيك. وراح انزل كمان عليهم معلقة قرفة، برضو اختياري، بس هي كتير بتعطي طعم طيب بهاي الوصفة. دائما الجزر بده كرفة كتير زاكية. راح اضل استمر في التحريك لحتى يتشرب الخواص من بعضهم البعض، وبعدها اتركها لحتى تبرد وبعدها اشكلها. مثل ما انتم شايفين الخلطة ما ضل فيها سوائل. راح نتركها لحتى تبرد عشان نشكلها. ومثل ما حكينا التشكيل مثل ما انت بدك، سواء بالقوالب او يدوي. انا كنت عاملها بطريقة القوالب لكن من غير اضافات، اضافات بسيطة كانت. تابعوا هاي الحلقة للاخير تشوفوا كمان في اضافات رح نضيفها، اللي هي البسكويت نكسره تكسير بالاصابع هيك، ونخلطه مع خلطة الجزر والكرفة والزبيب، كلها راح تكون كتير كتير طيبة. وارجعوا للقناة وشاهدوا الطريقة الأولى، واللي بتحبوها اعملوها سواء بالقوالب أو تشكيل اليدوي. التنتين طريقتهم كتير روعة وزاكية. هون أنا كسرت البسكوت مع الخلطة. طبعا ما بدي اياه ناعم، بدي اياه يكون هيك في شوية كرشة. هون أنا حضرت جوز الهند لحتى أغمس فيه التشكيل اللي راح أشكله. تابعوا الحلقة للأخير، ادعموني بلايك وصلوا على رسول الله أهم إشي. هون مثل ما بدك شكلي. أنا شكلت باليدوي على شكل هرم، كمان على شكل دوائر. بتقدري كمان تشكليه بالقوالب البسكوت او بقوالب المعمول او بقوالب الكيك مثل ما بدك. انا شكلته هون على شكل هرمي ونزلته في جوز الهند المبروش. بتقدري كمان تضيفي سمسم محمص، يعني تغمسيه بسمسم محمص او بسكوت ناعم، مثل ما بتحبي اختياري. انا عملت لكم هذا الصحن لحتى تشوفوا التشكيل. عملت بشكل دوائر وبشكل هرمي.
وزينته بالورد المحمدي. طبعا استخدمنا زيت جوز الهند العضوي من DXN، وكمان لا ننسى قهوتنا السوداء اللي راح نشربها مع حلى الجزر. وأهلا وسهلا فيكم، يسعد مساء.